السلام عليكم اخواني الغاليين وحياكم الله في قناتكم. معاكم اخوكم وليد من قناة زيوس جيمنج. خلينا قبل ما نبدا المقطع نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. مقطعنا اليوم ان شاء الله راح يكون سريع، وراح نستعرض مع بعض شوية اخبار تخص لعبة ببجي موبايل، النسخة العالمية والنسخة الكورية. قبل ما نبدا بالاخبار يا اخواني، باخر مقطع في كثير منكم سالني عن الشعار الخاص بقناتي وكيف حطيته داخل اللوبي. هذا الشعار يا اخواني انا صممته عن طريق برنامج الفوتوشوب، وكمان من نفس الفوتوشوب عملت اللمعة او الحركة الخاصة بالشعار، وبعدها استخرجته من الفوتوشوب كمقطع فيديو بصيغة MP4، وهذا طبعا مشان اقدر استخدمه مع برامج المونتاج. يعني يا اخواني هذا الشعار الموجود باللوبي عبارة عن مونتاج، لكن حبيت اعمله بطريقة احترافية مشان يبين كأنه من نفس اللوبي. وانتم شايفين اني ضيف له بعض الاحجار وبعض الحركات مشان يطلع بالنهاية بهذه الصورة. وطبعا اتمنى بالنهاية انه يكون عجبكم هذا التصميم. وهسه خلينا نفوت بالاخبار الخاصة بلعبة ببجي موبايل. واول خبر معنا راح يكون عن خريطة كراكن. مثل ما تعرفوا انه خريطة كراكن نزلت على نسخة ستيم او نسخة الكمبيوتر من 10 شهور تقريبا، واتذكر بوقتها في كثير من القنوات نشرت عن هذه الخريطة وقالت انها قادمة للعبة ببجي موبايل قريبا. وانا قلت لكم يا اخوان انه هذه الخريطة راح تكون بنسخة الكمبيوتر وانها مطولة تنزل على لعبة ببجي موبايل. وبالفعل مثل ما قلت لكم هذه الخريطة نازلة من 10 شهور والى الان ما نزلت على نسخة ببجي موبايل. لكن هذا العرض التشويقي واللي انتم شايفينه حاليا ماخوذ من داخل نسخة البيتا لببجي موبايل الصينية. يعني يا اخوان بعد 10 شهور من نزولها على نسخة الكمبيوتر نزلت خريطة كراكن على نسخة البيتا للنسخة الصينية. وللأسف في كثير من القنوات نشرت هذا العرض التشويقي وقالوا كمان انه خريطة كراكن راح تنزل على ببجي موبايل قريبا. طبعا يا اخوان هذا الكلام غير صحيح، بما انه الخريطة نزلت على نسخة البيتا للنسخة الصينية فقدامها شهر او شهر ونص تقريبا مشان تنزل على النسخة الصينية. وكمان بعد ما تنزل على النسخة الصينية بشكل رسمي تحتاج 3 شهور ل3 شهور ونص مشان تنزل على النسخة العالمية. يعني بالمختصر يا اخواني هذه الخريطة واللي هي خريطة كراكن تحتاج على الاقل 3 شهور مشان تنزل على النسخة العالمية. والى الان كل الاشاعات اللي تقول انها راح تنزل على نسخة ببجي موبايل قريبا كلها غير صحيحة. وبالنسبة للموضوع الثاني واللي راح يكون بخصوص هذه البدلة واللي هي بدلة الضفدع الموجودة باللوبي، بالمقطع الخاص باليو ام بي القابل للتطوير كنت لابس هذه البدلة داخل اللوبي، فمشان هيك في كثير من الاخوان فكروا انه هذه البدله راح تنزل مع اليو ام بي القابل للتطوير واللي راح تنزل طبعا بعجله حظ، لكن هذا الكلام يا اخوان غير صحيح. هذه البدله ان شاء الله راح تنزل على النسخه العالميه والنسخه الكوريه، لكن الى الان ما اعرف بالضبط متى راح تنزل. واما بخصوص السكنات اللي راح تكون موجوده مع اليو ام بي داخل عجله الحظ، فمثل ما تشوفوا اول شيء راح يكون معنا هذه البدله الجديده، واللي تمنيت انه الشركه تغير اسمها مشان ما ترتبط بشخصيه فيكتور، لانه مثل ما تشوفوا الاسمين يشبهن بعض. وكمان راح يكون معنا هذا الشعر الجديد والخاص بهذه البدله الجديده. ومن السكنات اللي راح تكون موجوده داخل عجله الحظ الخاصه باليو ام بي واللي هو هذا السكن الجديد للشنطه. وطبعا داخل عجله الحظ راح تكون الشغله الرئيسيه اللي هي اليو ام بي القابله للتطوير واللي استعرضتها معكم بشكل كامل باخر مقطع. واخر شيء معنا راح يكون داخل عجله الحظ واللي هو هذا السكن الجديد لسياره الجيب، واللي لو تتذكروا اول ما وريتكم هذا السكن قلت لكم اني اعتبر من افضل السكنات الخاصه بسياره الجيب داخل لعبه ببجي موبايل. وهذه الى الان اغلب الاشياء اللي بينت معي واللي ان شاء الله راح تكون موجوده بنفس عجله الحظ الخاصه باليو ام بي. والموضوع اللي بعده راح يكون بخصوص باكج الايموجي، لانه في كثير منكم سالني عنه بالتعليقات وقال لي متى راح ينزل على اللعبه. هذا الباكج يا اخواني بين معي من زمان، لكن ما نشرت لكم اياه لانه تبين معي انه من باكجات النسخه الكوريه. هذا الباكج راح ينزل ان شاء الله داخل النسخه الكوريه، لكن ما راح يكون مجاني وراح تقدروا تشتروه عن طريق الشدات. واما بخصوص نزوله على النسخه العالميه فالى الان ما في عندي اي شيء مؤكد، لكن اتوقع انه راح يكون في حدث معين داخل النسخه العالميه خاص بباكج الايموجي. وبخصوص الاخوان اللي يسالون عن الاي كي ام الثلجي القابل للتطوير وهل راح يرجع على اللعبه او لا، مثل ما تشوفوا الاي كي ام الثلجي راح يرجع على النسخه الكوريه، لكن الباكج اللي راح يكون داخله الاي كي ام الثلجي ما راح يكون باكج مجاني، وراح يكون باكج تشتريه عن طريق الشدات. وكمان بخصوص الانفور الثلجيه هذا راح يكون الباكج اللي راح تنزل داخله الانفور الثلجيه على النسخه الكوريه. وكمان هذا الباكج للاسف يا اخواني ما راح يكون باكج مجاني، وراح يكون باكج مدفوع وتقدر تشتريه عن طريق الشدات. وهذه كانت كل الاخبار اللي معي لهذا اليوم. وبالنسبه للاخوان اللي يسالوا عن باكج الامدادات القادم او يسالوا عن الباكج المميز القادم، في بالقناه يا اخوان مقطع نشرت داخله جميع الباكجات اللي راح تنزل على اللعبه سواء كانت النسخه الكوريه او النسخه العالميه. تقدروا ترجعوا على المقطع وتشوفوا الباكجات اللي راح تنزل على اللعبه، وكمان راح اخلي لكم رابط المقطع باول تعليق. وبالنهايه اتمنى منكم اذا شفتوا المقطع واعجبكم انكم تدعموني باللايك، والاخوان المهم مشتركين يا ريت يشتركوا وفعلوا زر الجرس مشان يوصلهم كل جديد. اتمنى المقطع يكون اعجبكم، ولا تنسونا من اللايك والاشتراك، وفي امان الله.